يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون يشرى. يا ربي صل يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحد الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله لقد عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك صفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك يا خير الأنام
وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القسمة صلى الله عليه. شرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه. إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه. وعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صلى الله عليه. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله عليه. ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. شرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. قلب سرور
الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعكل معاني الجلال صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاتته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعده وتعلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وسلم أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله أبدا أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وكفل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه وسلم الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وسلم إلى الأشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فلما
لما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله بلغت عليه. بيضة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. ذلك الجمال الميمون صلى الله عليه. الكريمة صلى الله عليه. من سلك ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه صلى الله وقدت عليه. الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله وكان عليه. مستقره في الأصلاب الباخرة والأرحام الشريفة الظاهرة صلى الله حتى برز في عليه. عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله ونورا عليه. حير الأفكار ظهوره وبار صلى الله فتعلقت عليه. همة الراكب لهذه الحروف صلى الله عليه. ويركب بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله وإن عليه. كانت الأمثل لا تبي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصول صلى الله عليه. عشيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. فلا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه. ولكن إلى تذويل ما هبته من أشرف المخلوقين صلى الله عليه. وأكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام صلى الله والشهور عليه. صلى الله عليه. التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سماء يوصى بها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع آمين. وروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم.
بالوصال تكرما جادت سليمان بالوصال تكرما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم في وصلها يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بوصل فيه نيل المغنم أهلا بوصل فيه نيل المغنم صلوا على
وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم شوقي نادري حبيب محمد اللهم صل عليه. شوق تمكن فيه الحاشا وتكتما شوق تمكن فيه الحاشا وتكتما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم دار حوادلا نعما إلى جميعها قد حل فيها خير عبد قد سما قد حل فيها خير عبد قد سما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخوض ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. صلى الله ولما
كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين. صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته من تكريم أبيه الكريم صلى الله عليه. عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمته أشياء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيها آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبى يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة ولدم بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام البركة وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم متضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البرية صلى الله عليه في الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. الله في الوجود بهجة كريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. والوجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله من خواص عليه. الأمة
الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية وتبقى الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد عليه. بخشوع حاضرك آتنا عند النبي بخشوع. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. رب أهل المتاني فهزروا اليوم غرات واستضيئوا بجمال فوق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا صل على محمد شراب سعد مرحبا مستمر ليس ينفذ. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جامع الفخر المؤبد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. اللهم صل على محمد كل حمد مرحبا مرحبا جل يسوره الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا إذا حمانا بوجود المرحبا مرحبا مصطفى الذي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا يا رسول. اللهم صل على محمد صل عليه. أهلا بك إنا
بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مكان طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جنس الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جند الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه ذلك إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. كان وقت مولد سيد الكونين من شهور شهر ربيع الأول ومن اليوم الاثنين صلى الله عليه وهو يوم ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب صلى الله عليه ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت صلى الله لما ولد آمنة رضي الله عنها رسول اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم وقال على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه. نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وارجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني صلى الله عليه. سمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب صلى الله عليه. واصفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله عليه. قائلا يقول أين ذهبت به قال
والمشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله صلى الله عليه. من أول الناس سلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبهير الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من اللهم صل محاسن عليه. الأخلاق صلى الله بما عليه. تضيق عن كتابته بطون الأوراق. صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن صل الناس وسلم خلقا عليه. وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. صلى الله إذا دعاه عليه. المسكين وأجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. صلى الله وله مع عليه. شهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. صلى الله عليه. تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. فهو صلى الله اللهم عليه صل وسلم عليه. جامع الصفات الكمالية صلى الله والمنفرد في عليه. خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. صلى الله فما عليه. من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله أجملت في وصف عليه. الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. صلى الله عليه. تعالى مجدها أخذت على نجم السهام في عينانه. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم وقاء مولد النبي الكريم. صلى الله وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يحسن وبركاته. الخطب كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سلام
سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام الله 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 لا إله إلا الله سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم مرامي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام الله 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 لا إله إلا الله أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي والشفاء الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والسلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من موادن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك
وساقي كوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وعم ببركاته وشريف وجاد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي حسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير
وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في هذا المجلس المحبين بسر الفاتحة.